هنا صور وقف الحال اهو، صور وقف الحال. طب اقول لكم ايه، لو عندكم في ميدان التحرير زبائن بتجيبوها من كارفور بعتوها لنا، لو عندكم حد بيدفع اهو ادي وقف الحال يا جماعه، صور الشارع من اوله لاخره وقف حال. مفيش واحد واقف معاك، في زبون واقف على باب محل، في زبون واقف في محل من واقف حوالين 15 محل، مفيش زبون في محل. حرام. انا خايف قوي كده، خايف. كفايه احنا مش عارفين ناكل ونشرب، احنا مش عارفين نروح ولا نيجي. انا النهارده بقالنا كتير بنزل من بيتنا ولا بيع ولا شروه، انزل بكره بقى عشان يبقى في جيبي زي اللي في جيبكم انتوا اللي في ميدان التحرير، انزل اسرق ولا انزل اعمل ايه؟ عايزين ناكل، عايزين نشتغل. انت لو بتحب بلدك انزل اشتغل، لو عايز البلد دي تقوم ما تنزلش تتصور، روح اشتغل، نمي، اطلع. انما ما يعني هقول لك ايه؟ يعني كفايه ثوره بقى، كفايه ثوره، كفايه ثوره، عايزين نبني بقى، عايزين نبني. احنا قلنا ثوار كتير قوي، نهدى ونبني، نهدى ونبني. لما هنقعد نتصور هنوصل لغايه فين؟ كل واحد في ميدان التحرير لما 10 جنيه من جيبه هيبقوا 10 مليون جنيه يبنوا اجدع مصنع في مصر. بص قول اللي عندك، انت ايه رايك في اللي بيحصل دلوقتي؟ انا عايز اعرف اللي في ميدان التحرير دول، انا عايز اعرف الاغراض اللي انتوا عايزينها ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ بتعملوا كده لايه؟ طب دلوقتي احنا بنقول ثوره، عملنا ثوره عشان نغير من حاجات. المؤمن الصحيح او المصري الصح اللي عايز يبقى مصري وبلده دي تقوم عمل ثوره، عملت ثوره وشلت الفساد، اهدى عشان ترجع تنهض بالبلد وتبني. مش كله ثوره ومش كله ثوره ومش كله زعيق ومش كله تهليل. هنوصل لغايه فين؟ انتوا قاعدين في الميدان بتاكلوا وبتشربوا ولا بتعملوا ايه؟ اهاليكم في البيت بياكلوهم مين؟ ولادكم مين بياكلهم ويوديهم مصاريف؟ انتوا مين بيصرف عليكم؟ واحنا مين هيصرف علينا؟ احنا خلاص قعدنا، اغلبيه المواني وقفت، البورصات بتخسر بال10 مليار في اليوم، احنا مش لاقيين بيع نبيعها، ننزل نعمل ايه؟ ننزل نسرق بقى ولا نعمل ايه طيب؟ عشان انتوا ترتاحوا، عشان ثورتكم تكمل وثورتكم تنجح، نموت احنا بقى. يعني انا عايز افهم، احنا نموت عشان انتوا تعيشوا؟ انتوا عايزين تروحوا لغايه فين؟ انتوا مودينا لغايه فين بمصر؟ قول لهم انت شغال فين وايه؟ انا عن نفسي وده مأثر عليك ازاي؟ بص انا عن نفسي شغال دلوقتي في مجال السياحه، بعمل سياحه. حتى لو مش شغال في السياحه مفيش مهنه في مصر دلوقتي شغاله، خلاص كله مات. انا كبير قوي اللي بيبقى نازل من بيته عارف انه مش هيشتغل، انزل تاني يوم من بيتنا بقى اروح اسرق، ما انا عارف ان انا مش هنزل ابيع ولا هشتري، انزل من بيتنا اسرق تاني يوم ولا اعمل ايه؟ وبعدين يا جماعه انا بقول لكم للناس كلها تنزل يوم الجمعه في ميدان العباسيه. يا جماعه اللي عايز مصر هو احنا ما ينفعش من غير مجلس عسكري، احنا ما ينفعش من غير جيش، بلد من غير جيش يعني بلد من غير كرامه ومن غير سلطه. عايزين توصلوا بينا لغايه فين؟ الداخليه قدرتوا عليها، الجيش هي قوه مصر، هي كرامه مصر، ندوس عليكم وما ندوس عليه. وده اللي انا اقدر اقوله لك. ايوه ده صح. حد عايز يتكلم يا جماعه يقول رايه في حاجه تاني؟ حد عايز يتكلم؟ تعالى اتكلم، قول. مفيش تعليق. لا قول رايك صح، ما الناس دي هو اللي عايز يتكلم يا جماعه، احنا بنسمع كل الناس. صوت بس ولا انا بسمع كل الناس، لو انت بتقول لي انا هنام في التحرير هقول يا حبيبي الناس اللي قاعده في ميدان التحرير دي علو صوت، هو علو الصوت بيجيب الحق. طب صوتك عالي وشلت فساد، اهدى شويه، نعمل نهضه وارجع اعمل اللي انت عايزه. طب ما هو انتوا اللي قلتوا مش انتوا اللي قلتوا عايزين شرف ورجعتوا قلتوا نشيل شرف. انتوا عايزين مين؟ ولا انتوا بتفسروا دستور وقانون على مقاسكم؟ لا هو دستور، لا هو دستور يعني ايه؟ احنا بنعمل دستور وبنعمل مجلس بيتفصل على مقاس الرجاله. احنا قلنا عايزين شرف. لا كل اللي بيحصل ده بيتفصل على مقاسهم. ما ينفعش. بالنسبه لابو اسماعيل، انت بقى يا ابو اسماعيل دلوقتي يعني سخنت ناس وقلت لهم انزلوا ميدان التحرير، انت ليك راي وليك شعبيه وتقدر تتكلم. طب انت لو راجل قول اللي في ميدان التحرير يروحوا وانا انتخبك رئيس، ولو روحوا سمعوا كلامك انا انتخبك رئيس. مين ابو اسماعيل؟ انا عايز اعرف، ما شفتكش، ما شفتوه. بتتمول التمويلات اللي جايه للاحزاب دي كلها عماله تطلع، الالوفات اللي عماله تتفرق يمين وشمال. الراجل اللي مسكوه امبارح بتاع اللي بيقولوا عليه امن دوله ومعاه طبانجه ومعاه $30,000، ال $30,000 دول نازلين لمين؟ سيبك من الطبانجه وسيبك من ضرب النار، ال $30,000 دول رايحين لمين؟ مصيرهم في ميدان التحرير لمين؟ احنا عايزين نعرف. انا مش ضدكم، في ناس محترمه واقفه في ميدان التحرير بتتظاهر، وفي ناس يا عيني متداسه في الرجلين، وفي ناس مش فاهمه، وفي ناس عايزه يعني فاكره وقف الحال في ميدان التحرير وهينزلوا ينضموا لميدان التحرير هيتعدل الحال. يا جماعه البلد بتخرب اكتر واللي في ميدان التحرير بيخربوها. انا شفت اللي بيضربوا في شارع محمد محمود وشفت اللي بيضربوا عند وزاره الداخليه، كلهم اطفال لا يتعدى سنه عن 18 سنه، اكبر حد فيه ما بيتعداش 18 سنه، وبيقف يمسك طوبه ويحدفها. انا عايز اعرف الداخليه ابو 18 سنه ولا ابو 17 سنه عملت لك ايه؟ شفت منها ايه انت عشان تحدفها بطوب؟ انا عايز افهم. الرجاله واقفه ورا ومصدره الاطفال،
الابطال ومصدره الشباب اللي لسه طالع. طب ما تخشوا انتوا يا قوه سياسيه ويا ثوار، ما تخشوا انتوا تعملوا، ولا انتوا عارفين ان انتوا بتعملوه ده على باطل؟ كل مصر عارفه ان انتوا بتعملوه على باطل. كل ده باطل 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 باطل. وان شاء الله الاستفتاء جاي بتاع الجيش باذن الله. انا ما ده انا مفروض منهم قوي، ده انا مفروض منهم جدا. طب قبل انا مفروض منهم طب قبل الثوره، طب ما هو قبلها قالوا ان محمد واللي بيعملوا صح. محمد في حاجه هتاخدها في الحوار؟ ننزل نهري العباسيه يوم الجمعه. احنا كنا في العباسيه امبارح. لا انا فاتتني دي، معلش يا جماعه. يوم الجمعه ما تفوتناش، كلنا واقفين مع المجلس العسكري يوم الجمعه. يعني جاي ان شاء الله. طبعا كله لازم يجي، كل اللي بيحب مصر لازم يجي. مش هيجي معايا انا هقول عليه انه جاسوس. انا كنت شايف على فيسبوك يوم 25 يناير يوم عرفوا منين ان هو يوم 25؟ مقاسات ايه؟ والله انت عايز قبل الثوره. وخلي بالك انا عن نفسي ما بتكلمش باسم مصر، انا بتكلم باسم القوه الصامته اللي انتوا سميتونا حزب الكنبه. احنا هنوريكم حزب الكنبه ليه اغلبيه ولا ملوش اغلبيه. انتوا كام مليون؟ احنا 80 مليون. شوفوا انتوا عددكم قد ايه، وبقيتوا القوه اللي يعني مش عارفه تتكلم ولا طريقه لها صوت قد ايه. لا صوتنا هيطلع خلاص، مش هنسكت، ولازم نعرفكم انتوا رايحين بينا على فين، ونعرفكم احنا هننقذكم ولا مش هننقذكم، وهنودي البلد على فين. كفايه كده. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. خلاص يا محمد.